اللي معانا النهارده قصه حقيقيه. هتعمل ايه لو حجزت في فندق انت ومراتك واولادك ورحت تفصل شويه عن الشغل وعن كل القرف اللي انت عايش فيه، لكن وانت هناك تتفاجئ بحاجات بتحصل انت ما كنتش تتوقعها. خليك معايا عشان تعرف ايه اللي حصل. فندق كرايزن في ولايه لوس انجلوس. الفندق ده كان من اشهر الفنادق هناك. اتبنى الفندق في سنه 1885 وتم افتتاحه بالفعل كفندق، ولكن اشهر افلاس. وبعد كده اتفتح مدرسه، وبعد ما اتفتح مدرسه بفتره اتقفل تاني لغايه سنه 1937 اشترى طبيب اسمه نورمان بيكر، وبعد كده جهزه كمؤسسه طبيه لعلاج السرطان. لكن المثير للاهتمام ان نورمان ما كانش طبيب اصلا ولا يعرف حاجه عن الطب، وبدا يوعد المرضى بتوعه انهم لو دخلوا المستشفى وخدوا العلاج هيخرجوا من المستشفى مفهومش اي امراض. وفعلا بدات الناس تصدقه